ولكن السؤال المطروح هو كيفاش كيوقع هذا الشيء، وشنو قصه القوه الجديده ديال ايرين، وشنو هي الحقيقه ديال هاد البنت اللي سميتها كريستا. غادي يتم التعيين ديال ايرين وميكاسا والاصدقاء ديالهم باش يوليو هما الفرقه الجديده ديال ليفاي، ومعهم حتى البنت الجديده اللي سميتها كريستا، واللي غادي نعرفوا من بعد ان الاسم الحقيقي ديالها ماشي كريستا وانما هو هيستوريا ريس. وهاد ريس هي الكنيه ديال العائله الملكيه اللي بطبيعه الحال هيستوريا وحده منه. المهم هانجي وفرقه ليفاي غادي يبداو الاجراء ديال التجارب على ايرين. الهدف ديالهم هما يكتشفوا قدره التصلب عند العمالقه، ولكن واخا هكاك ما قدروا يعرفوا والو. ومن موراها غادي يوصل خبر مفجع للرائده هانجي، واللي هو خبر اغتيال القس سنيك. داكشي اللي غادي يخلي هانجي تمشي لتماك، واللي غادي تشوف الجثه ديالو في واحد الحاله حرجه. وفي ديك اللحظه غادي تمسك الشرطه العسكريه، واللي غادي تقول لها نتوما ما عندكم حتى شي علاقه بالموضوع. وإلا جينا نشوفوا الصوره ديال القس سنيك غادي نلاحظوا انه تم التعذيب ديالو قبل ما يقتلوه. وفي هذه اللحظه غادي تدخل وحده من المجندات واللي كانت كتحمل رساله من القائد ايروين سميث، واللي كتخلينا نفهموا انه هو اللي صيفط معاه الرساله قبل ما يشدوه، واللي كيامر فيها الجنود كاملين انهم يبتعدوا على المكان قدر الامكان. وكيف غادي يخرجوا منه الشرطه العسكريه غادي تقتحموا باش تقلب عليهم، واللي الهدف ديالهم كان هو يشدوا البنت هيستوريا وايرين. ياك اذا البنت اللي سميتها هيستوريا من موراها شي حاجه. وهنا القائد ليفاي غادي يقرر ينقل ايرين وهيستوريا لمقاطعه تروست، وتماك غادي تكون عمليه تسلل سهله حيت مقاطعه تروست مخربقه بسبب الموت ديال القس سنيك. وداكشي اللي غادي يوقع وصلوا لتماك، ولكن على غفله غادي تتم جاي في الاتجاه ديالهم واحد الكروسه واللي غادي تخطف هيستوريا وايرين في دقه واحده. ولكن هادشي كامل غادي يكون من تخطيط ليفاي، واللي تخطفوا ماشي هما هيستوريا وايرين، هذا ارمين وجان واللي كانوا متنكرين في الهيئه ديال هيستوريا وايرين. اما هيستوريا وايرين كانوا راكبين في كروسه واحده اخرى، اما ميكاسا كانت مراقبه كلشي. وهنا غادي توصل للبلاصه اللي احتجزوا فيها ارمين وجان، وكيف تاكدات رجعت خبرات ليفاي واللي قال لها خليك انت ولي معاك وتصرفوا، اما انا غادي نمشي نحمل الكروسه اللي فيها ايرين وهيستوريا. وداكشي اللي غادي يوقع ميكاسا غادي تهجم وغادي تتخلص من كاع هادوك اللي كانوا خاطفين ارمين وجان. اما ليفاي كان مراقب في هذه اللحظه الكروسه اللي فيها هيستوريا وايرين، وغادي يجي واحد الشعور في شكل وغادي يقول في نفسه ما يمكنش الشرطه العسكريه تستعمل مجموعه من الهوات في مهمه بحال هذه. اذا غالبا هادشي من مورا شي واحد غادي يشوف البنت اللي معاه وغادي يقول لها واش كتعرفي واحد السفاح سميتو كيني؟ غادي تقول ليه عارفه، ولكن كنظن بلي هذه اسطوره ماشي حقيقيه. غادي يقول لها ليفاي لا هذه حقيقه حيت انا عشت معاه ملي كنت صغير. وفي ديك اللحظه غادي توقع بوم، لا ما يمكنش هادشي هو اللي كان خايف منه ليفاي. السفاح كيني شخصيا هو اللي هجم عليهم. غادي يتم المحاصره ديال ليفاي من طرف الجماعه ديال كيني. غادي يتعصب ليفاي ديال بصح وغادي يرمي عليه السيف، ولكن ما يمكنش هذا راه كيني. غادي يرد عليه حتى هو بالقرطاس، ولكن ليفاي غادي يتفاداه وغادي يحاول يفكر كيفاش يهرب من تماك. وداكشي اللي غادي يوقع غادي يهرب لهم ليفاي، ولكن جماعه كيني غادي تعرف الكروسه اللي فيها ايرين وهيستوريا. وفي ديك اللحظه غادي يقتلوا الشيفور ديالهم وغادي يخدروا هيستوريا وايرين. اذا صافي هيستوريا وايرين ولاو في الحوزه ديالهم، ولكن ليفاي ما غاديش يستسلم وغادي يحاول ينقذهم. ولكن جماعه كيني غادي تتدخل وغادي تهجم عليه مره اخرى وما كانوش قادرين يشدوه. طلقوا عليه القرطاس وطاردوه، ولكن كلشي بلا حتى شي نتيجه، حتى غادي يوصل لواحد الحانه وغادي يدخل يتخبى فيها. وهنا غادي يوصل كيني وغادي يدخل حتى هو وغيقول ليه يلا خرج وجاني وما تخباش بحال الفيران. ليفاي هنا غيطلع ذكي ومن الزجاجه ديال الشراب اللي قدامه غادي يعرفوا فين كاين وغادي يطلق عليه القرطاس. وبلا ما يتردد غادي يخرج من الحانه وغادي يهجم على الرجال ديال ميكي وغادي يبدا يقتل فيهم واحد بواحد. وموراها غادي يلحق على الكروسه اللي فيها ايرين وهيستوريا، وفي الطريق غادي يتلاقى بميكاسا واللي معاه وغادي يقول لهم هادو مولفين انهم يقتلوا البشر بشكل عادي، وباش تفاداوهم خاصكم ولا بد تقتلوهم حتى نتوما بلا رحمه بلا شفاقه. وداكشي اللي غيكون غادي يسيطروا على العربه، ولكن واحد البنت غادا تطيح قدام جان واللي غيتردد في انه يقتلها، وعلى غفله غادا تطير ليه السيف اللي في يديه وغادا تكون قريبه تقتله. ولكن ارمين غادي يتدخل في اخر لحظه وغادي ينقذه، ولكن داكشي اللي خططوا ليه ماشي هو اللي غيوقع، حيت غادا تهجم عليهم واحد المجموعه اخرى وغادي يخطفوا ايرين وهيستوريا، والجنود ما بقاو عارفين ما يديروا. وهنا ليفاي غادي يقرر انه ينسحب بسبب كثره الاعداء، وبهالطريقه غادي يكونوا فشلوا في المهمه. المهم غادي يرجعوا لعند الناس اللي خطفاتهم ميكاسا، واللي غيتضح انهم بيعوا شرايه كانوا متفقين مع الشرطه العسكريه، وبسببهم غادي يخطفوا جوج من الشرطه العسكريه واللي غادي يعذبوهم ديال بصح باش يعرفوا منهم شنو كاين. وهنا غادي نعرف واحد المعلومات السريه ديال بصح، واللي منها الملك ديال البلاد هو ملك مزيف، والعائله الملكيه الحقيقيه هي عائله ريس، والشخص الوحيد اللي بقى عايش فيهم سميتو رودريس. وهنا غنفهموا ان هيستوريا هي الوريثه الشرعيه، وبجوج بهم دابا كاينين مع رودريس واللي هو الاب ديال هيستوريا. وهنا هانجي غادا تمشي عند القائد ايروين سميث وغادا تعاود ليه كلشي وغتقول ليه باللي ايرين قبل ما يتخطف كان مخلي معاه واحد الحاجه خطيره، خلى رساله فيها تفاصيل النقاش اللي دارت ما بين بيرتولدو ويومير في الغابه، وكتقول ان راينر وبيرتولدو اني كان عندهم واحد الصديق رابع، ولكن
على غفله كلاه واحد العملاق واللي هي يومير، ومن موراها قدرت انها ترجع انسانه. وهذا الشيء كيعني ان اي شخص كان متحول لعملاق وقدر انه ياكل شي واحد عنده قدره التحول كيكتسب القوه ديالو وكيقدر انه يرجع لشخص عادي بحال يومير. وهنا غادا توضح لينا شحال من حاجه، ومنها الاختطاف ديال ايرين كان الهدف ديالو هو نقل قوه عملاق ايرين لشخص اخر، وهذا السبب هو نفس السبب اللي خلى رودريس يخطف ايرين. وهنا الوضع غادي تشوش ديال بصح، والحكومه غادي تقرر انها تقبض على ليفاي والفرقه ديالو ومعهم حتى فيلق الاستطلاع، وغادي يبداو في التعذيب ديالو. والهدف ديالهم كان هو يعرفوا الاسرار اللي قالها لهم القس سنيك. وبطبيعه الحال ايروين ما اعترف حتى شي حاجه، وموراها غادي يتم المحاكمه ديال ايروين من طرف الملك والمستشارين ديالو بتهمه الخيانه وعدم تسليم ايرين للشرطه العسكريه. نرجعوا لعند ساشا اللي كانت كتسمع اصوات الناس داخلين عليهم، وفي ديك اللحظه كينقد عليهم ليفاي وميكاسا وكيشدوهم. موراها غيعرفوا باللي هادوك جنود من الشرطه العسكريه، ومن بعد ما هضروا مع ليفاي غادي يثقوا فيه، وفي الاخير قرروا ينضموا ليه، وبفضلهم قدروا انهم يعتقلوا واحد الجندي اللي عنده رتبه كبيره، وبداو كيعذبوا باش يعترف بمكان ايرين وهيستوريا. ولكن خونا ما كان عارف والو، وغيقول لهم باللي الاسم الكامل ديال كيني هو كيني اكرمان، واللي طلع هو نفس النسب ديال عائله ليفاي وميكاسا. ومن هنا نرجعوا لعند ايروين اللي باقي كيتحاكم، وهو كيهضر معاهم غادي يقول لهم الا فقدت البشريه فيلق الاستطلاع فهذاك يعني انهم فقدوا الدير الاخير ديالهم. ولكن الحكومه ما بغاتش تسمع ليه وصدرت حكم الاعدام على القائد ايروين سميث. ولكن ايروين ماشي غبي، في ديك اللحظه غادي يضحك، وعلى غفله دخلت وحده من المجندات وقالت لهم تم اختراق سور روس. وهنا القائد بيكسيس امر بفتح بوابه سور شينا ومساعده اللاجئين، ولكن الحكومه غادي تبان الحقيقه الحقيره ديالها وغتقول لهم باللي ما يخليو حتى شي واحد يدخل وما يفتحوش الابواب. ومن بعد جا القائد الاعلى زكاري وقال لهم كل شيء اللي وقع كان غير لعبه باش نشوفوا رد الفعل ديالكم، وهذا الشيء كامل كان من تخطيط القائد العظيم ايروين سميث، ومن المفروض تسعوا لحمايه البشريه، ولكن بين انكم مجرد حفنه ديال الاغبياء اللي ما كيهتموا غير بمصلحتهم الشخصيه. ومن بعد غادي يتم اعتقال جميع جنود الشرطه العسكريه والملك المزيف والناس اللي معاه، وتم اطلاق سراح جميع افراد فيلق الاستطلاع ومنهم القائد ايروين سميث. ومن بعد عطى ايروين واحد الكتاب الرائده هانجي اللي من خلاله غادي يقدروا يعرفوا مكان ايرين وهيستوريا. وهذا الكتاب كان كيهضر على حادثه وقعت قبل 5 سنين، وبالضبط نهار تم اختراق سور ماريا. رودريس اللي هو الاب ديال هيستوريا كان عنده 5 ديال الاولاد، ومنهم بنته الكبيره فريداريس اللي كانت زوينه وناس بزاف كيبغيوها. ولكن في ذاك النهار كانوا كلهم مجموعين في الكنيسه كيصليو، وجات واحد العصابه ديال اللصوص اللي هجموا عليهم، حرقوا الكنيسه وقتلوهم كاملين من غير باهم رودريس. من بعد بنى رودريس الكنيسه من جديد، واللي هي نفس البلاصه اللي غادي يتم فيها نقل قوه عملاق ايرين. ومن مورا هذا الشيء الفرقه ديال ليفاي بدات كتسرع في الاتجاه ديال المصله باش ينقذوا ايرين قبل فوات الاوان. وفي هذه اللحظه ايرين فاق ولقى راسو في واحد البلاصه غريبه بزاف. نرجعوا للهيستوريا اللي كانت كتشرح الموقف لايرين وكتقول ليه باللي باها ماشي انسان خايب وكاع اللي كيدير غير باش يحمي البشريه. وفي ديك اللحظه باها غادي يجي وغادي يقول لها خلي علينا هذا الموضوع. وبمجرد ما قنعت لمس ظهر ايرين بدا ايرين كيتفكر كلشي. السارق اللي هجم على المصلى في ديك الفتره كان هو باه، استعمل قوه العملاق ديالو باش يسرق قوه عملاق عائله رودريس. وماشي غير هادشي، قام حتى بالاكل ديال فريداريس البنت الكبيره ديال رودريس اللي كانت عندها قوه عملاق قوي بزاف، وقام حتى بالقضاء على العائله كامله بما فيهم الاطفال بلا شفقه ولا رحمه. ولكن المفاجاه الكبيره هي ان الحقنه اللي كان ايرين كيبقى يحلم بها ديما كانت هي نفسها ديال باه اللي حقنه بها باش يتحول لعملاق غير واعي، ومن بعد خلاه ياكلو باش ينقل ليه القوه ديالو. وبهذه الطريقه ولا كيمتلك قوه العملاق اللي كان عند باه وقوه العملاق المؤسس اللي كان عند عائله ريس. ايرين تصدم من كميه الذكريات الصادمه اللي شافها، وفي هذه اللحظه رودريس قال لهيستوريا الا درتي اللي قلت لك غادي تقدري تلاقاي مع اختك فريده. وهنا غادا تيقوا وهو غادي يخرج واحد الحقنه غريبه بحال اللي كانت عند بوات ايرين، وكيف شافها ايرين غادي يتخلع وبدا كيحاول يفك راسو. وفي هذه اللحظه ليفاي والفرقه ديالو اقتحموا المكان بانفجارات من كل جهه واستعملوا الدخان باش يغطيو الرؤيه. اما ميكاسا وليفاي بداو كيذبحوا بلا رحمه بلا شفاقه. ومن بعد ليفاي تواجه مع كيني، ولكن ليفاي استغل كيس الزيت اللي كان في الارض ودار ثغره في الدفاع ديال كيني وقدر يجرحه. كيني انسحب، ولكن وحده من الجنود اللي معاه ضربت هانجي ضربه خطيره. وهنا كيني مشى للمكان اللي كيديروا فيه الطقوس، وتما كان رودريس قال ليه كون ما تدخلش الاب ديال ايرين وسرق قوه العملاق المؤسس ما كان غادي يوقع هذا الشيء كامل. وقال ليه ان القوه ما كتخدم الا مع الناس اللي عندهم الدم الملكي بحال هيستوريا. وهنا غنكتشفوا ان العملاق المؤسس كان مالك العائله ريس، واللي من خلاله كيقدروا يمسحوا ذكريات الشعب ديالهم كامل ويتحكموا فيهم. ولكن كاين جوج عائلات اللي ما كتاثرش فيهم هذه القوه، عائله الاكرامان بحال ليفاي وميكاسا وكيني، والعائله الشرقيه. وهذا الشيء علاش هاد العائلات كانوا مستهدفين من الحكومه. موراه كيني غادي يهدد رودريس، ولكن هيستوريا غتدخل وهو غيقول لها راه باك غادي يحولك العملاق باش تاكل ايرين وتاخدي القوه ديالو. ولكن علاش اللي ما يتحولش هو؟ رودريس عطاها الحقنه وقال لها خاصك تفوزها هيستوريا،
ولكن هيستوريا استعملت عقلها وسولت باه علاش حتى شي واحد من عائله دريس ما قدر يحرر البشريه من قبل. باه قال لها هادشي كان اراده الملك الاول لعائله دريس، ولكن هيستوريا في ديك اللحظه غادي ترمي الحقنه وغادي تشقلب باه على راسه وقالت ليه شكون اللي كيصدق هاد التخاريف ديالك. وهنا فين غادي تكون المفاجاه، رودريس غادي يلحس الحقنه من الارض وغادي يتحول لعملاق ضخم بزاف واحد الحجم اللي كبير، وفي ديك اللحظه غادي يحرروا الجنود ايرين والدنيا غادي تبدا كتدمر. ايرين حار وبدا كيحاول يلقى طريقه باش ينقذ الجميع حتى غيشوف واحد القرعه مكتوب عليها درع في البلاصه غادي يشرب منها وغادي يتحول في البلاصه العملاق واكتسب قوه تصلب اللي من الواضح ان اي عملاق يقدر ياخذها الا شرب من ديك القرعه. المكان تدمر كامل وعملاق رودريس بدا كيتحرك في الاتجاه ديال سوروس. اما ايرين قدر انه ينقذ البشريه واللي معاه، ولكن هادشي باقي ما سالاش. العملاق في طريقه لسوروس والجنود كانوا عاجزين يوقفوه حيت الحراره اللي كتلقى الجسم ديالو كتحرق اي حاجه كتقرب ليه. ايرين غيتقابل مع ليفاي وغيخططوا كيفاش يوقفوه، غيجهزوا المتفجرات والمدافع وغيتسناو فوق السور. وفاش وصل العملاق الجنود غادي يبداو يضربوا فيه بالمتفجرات وغادي يحاولوا يوقفوه، ولكن كان قوي وعلى وشك انه يدمر السور. وهنا ايرين غيتحول لعملاق وغيستعد للهجوم، والجنود غادي يرميو عليه المدافع وغادي يفجروا ليه يديه بجوج. غادي يفقد التوازن ديالو وايرين غادي يستغل الفرصه وغيقصدوا باقصى سرعه وغيرمي ليه واحد البارود كان هازو في يديه وسط من الفم ديالو اللي غيسبب انفجار كبير وغيصدم كلشي.